النهارده ان شاء الله الاول قبل ما ننسى برنامجنا ايه؟ برنامجنا هنراجع الباب الاول في كذا نقطه كده. بعدين تحويلات ابعاد، تحويلات تاني اللي هي الترتيب التنازلي، وبعدين هديك مطلق ونسبي، وبعدين ادي لك ضرب قياس وضرب ايه؟ ده شغلنا النهارده. فبنبدا باول سؤال ان هو اكس هنا مدالك بالجرام وي واي بالكيلو جرام وعايز يجمعهم. ده ما يصحش، لازم نحول الجرام لكيلو والكيلو لجرام او الاثنين لوحده مشتركه. يبقى ازاي نحول الجرام لكيلو؟ شكرا، يبقى ده 10 اس سالب 3. يبقى اكس يساوي 10 في 10 اس سالب 3، يطلع 1 من 100 كيلو. طيب الانسه اللي بتكلمني وتقول لي طب والنبي كذا، وبرضه بتكلم في حس حاجه مش طبيعيه. اذا لما اجي اجمع كيلو وكيلو ينفع؟ طبعا. يبقى واي زائد اكس بتساوي 10 زائد 1 من 100، يطلع 10 1 من 100. سجل يلا. السؤال اللي وراه، كم عبوة ذات حجم كذا؟ قال لي صلى على النبي. هو المتر مكعب فيه كم سنتي؟ البهوات اللي بيتكلموا، متر تكعيب فيه كم سنتي؟ حافظينها بقى من محاضرات الايه؟ التحويلات. هو المتر تكعيب فيه كم سنتي؟ مليون. مليون ده ممكن ينكتب ازاي؟ عايزين نمسح اللي فوق ده بقى. مليون بينكتب كده 10 اس او مليون، اللي هو مليون يعني. ممكن تكتبوا كده مليون او مليون، ألف. صح؟ العبوة الواحدة فيها كام؟ العبوة، كلمة عبوة بس يعني 10 أس 4، اللي هي بتتكتب كده. يبقى الكوبري اللي فاضل ده كام؟ لأن لما أقسم 10 أس 6 على 10 أس 4 يتفضل 10 أس. اقرا بقى يلا. المتر تكعيب 100 عبوة، اسمع. والعبوة 10,000 سم تكعيب. تعال نشوف السؤال اللي بعديه. السرعة ازاي نحولها من كيلو؟ طبعا ده بالظبط كده. 36 كيلو متر على الساعة، 36 في 5 على 18 متر على الثانية. تعالوا انتوا الاثنين قدام. 18 على 18 في الواحد دي فيها الاثنين، 2 في 5 بكام؟ ب 10. اما الرئيسية اللي مذكورة في كتاب الايه؟ المدرسة. تعال نراجعهم هنا في جنب عشان ما نخسرش بعض. ما بتصليش على النبي ليه؟ يلا انا اقول الحاجة اقولوا ابعادها ايه؟ المساحة. انتوا بتحضروا ارواح ولا الترمبة مشحطة؟ الحجم. ما شاء الله ما شاء الله. كثافة. السرعة. العجلة. يا جماعة بيكون بالطبيخ. القوة، لأن القوة كتلة في إيه؟ في عجلة. الورك اللي هو الإيه؟ والشغل هو الإيه؟ الطاقة. في شوية حاجات زيادة بقى، مثلا التردد، كمية تحرك، دي شوية حاجات زيادة كده. الضغط، ام ازاي؟ ال أس 1 تي أس. مين شاطر حافظهم كلهم بقى؟ انت محمد عبد العزيز؟ طب يلا. المجموعة كلها الصبيان بس. المساحة، الحجم، الشغل، كثافة. استنى عشان فاتحين على الفضائيات. المساحة رمزها ايه؟
ده على كده بقى الطول مساحته ايه؟ الحجم اهو، الكثافه، رو السرعه، العجل، كو، دبليو تردد، اف، اف، بي برضه. ما علينا بقى. المهم يعني تمام. انا ادوس بقى. اقرا. اذا كانت وحده قياس احد الكميات، اولا مكتوب كده كيلو جرام على المتر في الثانيه، دي اس كام ودي اس كام؟ يبقى كيلو جرام متر اس اي ام تقابلك، اي تي تقابلك شيلر. نفس كفر الزيات كونتري. اداني ايه ابو علوه؟ الوحدات احولها هنا لايه؟ لابعاد. لو اداني ابعاد احولها لايه؟ هو اداني وحدات، انا ارجعها ابعاد. الغير بالمعكوس، يلا البيبيز. السكوت علامه الرضا. المينز ها. انتوا كويسين يا جماعه؟ تمام. اهم حاجه في صوت طالع عندكم. تمام ماشي. طيب اللي ورا بقى، اذا كانت صيغه ابعاد اللي هي اولاد الكثافه ام ال اس سي اس اي حاجه اس صفر بكام؟ تعال بس نمسح السبوره كده الجزء ده. استاذ اللي بيتكلم مع زميله وبيضحك. ايها الشنقيط، ايها الشنقيط، انت رجل شنقيط نسبة إلى الإمام الشنقيطي. اسمعوا عنه الشنقيطي؟ قول معايا الكثافة بعتها إيه؟ كويس أوي. أنتوا لسه قايلين أي إم تقابلك عشان دي كتلة، أي ال تقابلك. برافو عليكم. الأس واحد واحد، أس ده كده. الراجل ده كتب كده كيلو جرام أس إكس على إم أس واي أهو. يبقى الكيلو جرام كما هي ام اس واي. لا لا لا، بس الواي كانت تحت تطلع فوق باشاره ايه؟ موجب. هي موجب تطلع موجب. اه عن طريق التناظر. بطلوا كلام لان واضح انتوا فاطرين ليفت بطينه. كيلو جرام اس كام؟ اكس. كيلو جرام اس واحد، يبقى اكس بكام؟ بواحد. ايه ده شويه؟ سالب واي واخده سالب 3. سالب واي بتساوي سالب 3، يبقى واي ب 3. سجلها عندكم يلا. يوسف اشتغل. يبقى اكس بواحد واي بكام؟ بكام؟ في باب آية بيقول إذا كانت اف قوة. يا عيون المستر، ما كنتيش معانا في الكلام ده ولا ايه؟ امال ايه طيب اللي حاصل؟ ايه بتنسي ليه؟ قوة في زمن، اسمع. كتلة في سرعة. لو بتلعب كورة، كرسي يا عم، في كورة عندك. بيقول فين الكورة؟ تلعب كورة واقف انت كده، ممكن تشوط الكورة كده. الكرسي ده هو الكورة، وممكن اشوطه كده. خد مني دفعة اكبر. الكرسي ليه كتلة وخد مني سرعة. الكرسي ضربته بقوة وانا بضربه خد مني زمن،
فبيسموا ده في الفيزياء دفع. زي انت كده عيل رزل في لعب الكوره، رزل، وبعدين زميلك بيعمل بيحجز على كورته، روح انت واخده بالكتف، ده دفع قوه وزقيته. او بتلعب تنس اللي هو تنس الملاعب، مش تنس طاوله، او حتى تنس طاوله ينفع برضه، وروح ضارب بالمضرب كده. ما بتشوفكش انت، ما بتشوفش حد بيلعب تنس ملاعب عادي يعني. ومثلا وبيعمل الكره كده، الكره تخبط تيجي واقفه مكانها تنزل، لكن ده بيستقبلها وايه ويزقها، او يزقها دي يعني بدها ايه دفع. اللي فاهم يعني دفع قصدي كلام واضح. ما حدش بيبقى فيه عربيه عطلانه ويزقها يعمل لها ازاي؟ امشي عربيه كده مفيش كده، ولا بيجري جري 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 ويجي خابطها كده، لا ده بيقف وراه وبيديها ايه دفع عشان يديها اطول فتره زمنيه. هو لو خبطها مره واحده مش هتتحرك اصلا، ما خدتش دافع لسه، ممكن يتعور. القوه ابعتها ايه بقى؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله في الزمن اهو. اجمع كده 1 وسالب 2، بارك الله فيك. الكتله ابعتها ايه؟ ام. طب والسرعه؟ الثمانية عالوا شويه يا جماعه، الثمانية عالوا شويه كده. اول حاجه صح، لهم صيغه ابعاد واحد. طب ما هو ما دام لهم ابعاد واحده يبقى اكيد لهم، يبقى الاجابه هي ايه؟ سجلها عندك بقى، جت ازاي الف وايه وب. نيجي للسؤال اللي السيكا عايزاه. اقول لك تعال نحل 8 و9 قبل ما نحل 7 عشان يبقى السبوره كلها ل7 دي. 7 بيقول اختبر مدى صحه الايه؟ العلاقه. افتكرتوا يا جماعه الحاجات في شهر 8؟ انا قلت قبل ما تنسوا الحقكم. عايز حد من كفر الزيات ينورنا في الحل بقى. علوه في بيساوي جذر اف تي على ام سمول. مبدئيا كده هي اف تي دي رمز ولا رمزين؟ لا هو رمز حاجه واحده. اف اللي هي كلمه فورس، و2 اللي هي 2 دي اللي هي شد، اسمها قوه شد، قوه شد. لكن 2 اللي هي دي معناها 2. قول بقى اف تي رمز لحاجه واحده اسمها قوه شد. اللي اتعلم اثبت بقى 2 تي او دبليو مش تي دبليو او. اسمع تاني، شد يعني ايه يا اولاد؟ بالظبط. الحاجه الثانيه هي ام دي عايزه ايه؟ هو قايل اهو قوه شد، او ما انا اقول له قوه جذب ومش فارقه. قوه شد قوه جذب مين هي قوه، بس قوه جذب تبقى حاجه ثانيه اسمها اف جي قوه جاذبيه. في كذا قوه حضرتك. اقرا بقى ام سمول اللي هي مين؟ اري كتله وحده الاطوال. يعني ايه بقى؟ يعني ايه اصلا؟ انتوا مش فاهمين يعني ايه صح؟ انا هفهمكم يعني ايه. في سلك زي ده كده وراح فين؟ سلك عندك اهو، سلك عندك يا محمد، احذفه 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 هات. السلك ده وليكن طوله مترين، طوله كام متر؟ طوله مترين، كتلته 20 جرام، يبقى المتر الواحد كتلته كام؟ هي دي اسمها كتلة وحدة الأطوال. وحدة الأطوال دي اللي هي المتر. بشرح والله بشرح يعني ايه ام سمول، مع ان هي مش عليك بس بحاول افهمها لك. يعني بقى ده طوله كام متر؟ 2 متر، وكتلته كام جرام؟ 20 جرام، يبقى المتر الواحد بس ب 10 جرام. يبقى لي بقى ام سمول دي ام ولا اصلها ام على ايه؟ الدليل وحدة القياس. شوف وحدة القياس ولا كده؟
ها كيلو جرام على المتر. فطلع المتر فين؟ فوق، فبقت كيلو جرام متر اس. اللي فهمني في الموضوع ده يرفع ايده يلا. يبقى اكتب عندك بقى احيانا ام سمول مش كتله، امال ايه بقى؟ كتله وحده الاطوال. اسمعها يا جماعه. واحد يقول لك يعني ايه؟ تقول له يعني نقسم مين على مين؟ كتله السلك على طوله، يقوم يديني المتر الواحد بس بكام كتلته. ما بتشرحش في المدارس الكلام ده. فاحنا قلنا لك يعني ايه؟ يعني ايه كنت حاجه هتعوزها ان شاء الله سنه كام؟ ثالثه ثانوي. في ثالثه ثانوي. ثالثه ثانوي. طب واحد الله. طرف ايه وطرف ايه يلا عشان نعيش؟ ايمن وايسر. الطرف الايسر ده يا اولاد سرعه ولا مش سرعه؟ يبقى ابعاده ايه؟ في هنا يا اولاد جذر. مين اللي فوق دي؟ اف تي، اللي هي ابعادها ايه بقى؟ ام ال تي اس على تحت. الكيلو جرام تتشال وتتحط ام، المتر يتشال ويتحط ال. قامت مين مع مين؟ الام تروح مع ام تي. فين التي بس؟ حبيب قلبي بس بالله عليك. اف تي كلها كده يعني قوه، بس قوه شد. هي مش في تي، هي اف تي. انا قلت والله يا جماعه، يا جماعه والله العظيم قلت ايه؟ فورس 2، قوه شد. بص في فرق بين اف في تي واف تي. دي ضرب، لكن ده رمز حاجه ايه؟ سياق. هو مش عارفه تكتبها. هنا بقى ده ال اس كام؟ يطلع فوق يبقى ال اس، وفي كمان ال. ايوه الطرف الايمن لسه شغال معانا. ال تربيع تسريع. معروف في الرياضه ان جذر الاس يخس النص. اسمع جذر الاس ده 2 يبقى ده يبقى ربما تكون ايه؟ صحيحه. اكتب عندك بقى ربما تكون صحيحه. سجلها عندك. السؤال قبل الاخير في السبوره دي بيقول تي بيساوي 2 باي جذر ال على جي. القانون ده يا جماعه لحد عايز يعرفه اكتب عندك هذا القانون يستخدم لحساب الزمن الدوري لاي بندول. اي بندول على كوكب زحل، على كوكب مسترد، كوكب اي حاجه. عمر بهزر يا عم. اي كوكب عايز تحسب الزمن الدوري لاي بندول عليه يلزمك حاجتين. طوله كام؟ طوله اهو. والجاذبيه على الكوكب كام؟ او في المكان ده بكام؟ طبعا الطرف ايه بيساوي الطرف ايه؟ عايزين نختبر الكلام ده صح ولا ايه؟ اول حاجه قلناها قبل كده زمان، الاعداد ملهاش ابعاد. اسمع، نشطب على مين؟ على الاثنين دول. الطرف الشمال اسمه الزمن الدوري، يبقى الزمن تي، وده طول يبقى ال، ودي عجله بغض النظر هي ايه؟ العجله. لو كنت انت وآية قلت لي ان هي ماشيه كنت انا عايز حاجه من بره كنت جبتها معاها، لكن ما قلتوليش. ايه اللي يروح مع ال؟ تي والسالب 2 يطلع ايه بقى؟ تي تربيع. اقول له قد تكون. اخباركم في الاسئله دي بقى؟ كله افتكر؟ خش بقى على السؤال اللي هو مزهقنا ده. رتب ده. عندك سؤال الترتيب يلا. سؤال الترتيب. سؤال الترتيب هعيد عليه تاني بالاحمر كده. هنا 15، هنا 32 من 1000، 2.7 من 10 ملي جرام كيلو جرام. صلى على النبي. اكتب عندك مفتاح الإجابة إن نحول كل الوحدات دي إلى جرام. ده زي ما هو
32 من 1000 يبقى 32 في 10 أس سالب 3 كيلو، يبقى 10 أس 3. هنا بقى 2.7 من 10 في 10 أس 5 ملي، يبقى 10 أس سالب 3 جرام. خد يا آية. وأي متخللات أخرى، ملحقات يعني، لو في ملحقات تانية بتبدأ بحرف الجيم، ها؟ الله أكبر. ده جرام أهو. جا يبقى 10 أس 9. 2.7 من 10 في 10 أس 8 ميكرو. أيوه يا أستاذ، أيوه يا أستاذ، أيوه يا أستاذ. يلا قول معايا بقى. كيلو 10 أس 3 ملي 10 أس 3 جيجا 10 أس 9 ميكرو. افتكرتوا الكلام ده؟ فاكرين كيلو ميجا جيجا تيرا؟ كيلو 1000 ميجا مليون جيجا مليار تيرا تريليون. 10 أس 3 10 أس 6 10 أس 9 10 أس 12. دول يخلصوا على ايه؟ على بعضهم. دول 270. انت معاك آلة ممكن تضربها، ممكن بدماغك كده. دي في دي ب 100. 100 في 2 و7 ب 270. دي في دي ب 10. 10 في 41 ب 410. دي في دي ب 270. يبقى الترتيب بتاعنا ايه بقى؟ اكبر حاجه هي دي، يبقى 41 في 10 اس سالب 8 جيجا جرام، اللي هي طلعت 410 جرام. اكبر من دي ودي، لان دول بيساووا بعض. 2.7 في 10 اس 5 مللي جرام بتساوي 2.7 في 10 اس 8 ميكرو جرام. فال 270 بتساوي ال 270، لكنهم اكبر من 32 جرام، اللي هي 32 من 1000 كيلو جرام، لكنهم اكبر من 15 جرام. 15 جرام. هنكتب المسائل الاول عشان الفيديو يظهر في الفيديو معانا. لاخر مره بقول اللي معانا يبعت الرابط للي مش ايه، مش معانا. يا رب تشغلهم. قال لك اذا كان، مساله على السبوره ايه، اذا كان الضرب الاتجاهي ب 40 والضرب القياسي ب 80. يا نسا، يا نسا، يا نسا خليكي كويسه. نقول تاني. اذا كان الضرب الاتجاهي والضرب القياسي كذا، احسب سيتا بين المتجهان. وعايز سيتا. اللي حافظ القانون بارك الله فيكم. اللي حافظ القانون هنا. طب يا حبايبي سمعوا يلا، قول معايا. ايه ضرب اتجاهي بي؟ ايه بي ساين سيتا. ايه ضرب قياسي بي؟ ايه بي كوزاين سيتا. بالقسمة يروحوا مع ايه؟ جا على جتا يدي ايه؟ ظا. 40 على 80 فيها الكام؟ شيفت تان نص 26 ونص. فهمناها دي، افتكرناها دي يا جماعه؟ طب البيبيز، بس البيبيز ايه كروس بي بيساوي؟ طب ايه ضرب قياسي بي؟ في ناس لا قالت لا بيبيز ولا مينز. ابو نسمه معانا؟ مسألة متميزين. إذا كان طول الباب الحقيقي 200 سم وطول الباب المجاز
210 سم، وعرض الباب الحقيقي 50 سم، والعرض المقاس 52 سم. مسألة غريبة لكن حلوة أوي أوي أوي. أوجد خطأ النسبي للمحيط. اللي يحلها يفرجني يلا عشان في فلوس. إذا كان طول باب الحقيقي يبقى إكس نود ب 200، إكس المقاس بكام؟ ب 210. تربيتي بقى دلتا إكس تساوي 200 ناقص 210 ب 10. يلا واي نود اللي هو العرض، ما هو ده كان الطول. العرض الحقيقي 50 والعرض المقاس 52، يبقى دلتا واي بتساوي واي نود ناقص واي. 50 ناقص 52 طالع دلتا واي ب2. هو كان المفروض يديك ايه؟ يقول لك اذا علمت ان الطول يساوي كذا موجب او سالب. المفروض كان يدي لك كده، بس هو ما اداهالكش، ارهقك. كان المفروض يقول لك كده واي يساوي واي نود موجب او ناقص دلتا واي 50 موجب او ناقص 2، وما اداهالكش. قول لي بقى ايه فكره المساله؟ ايوه بس خلاص بقى. المحيط بيساوي محمد الظريف الطول زائد العرض في 2، هو دي صيغه المحيط. علمتكم بقى من شهر 8، من شهر 8 عشان ما ننسوش، لان ان شاء الله بعد الامتحان ده هنبدا نحل امتحانات اخر الايه؟ السنه. اتفقنا على كده، حاجه كده يعني في الخيال، تقعد شهرين تحل امتحانات. واي نود موجب او ناقص، قصدي موجب اكس نود يا زياده حبه. اللي هتقولها ازاي؟ هتقولهم لي نود نود، هقولهم لك اهي دي. مين افتكر يا جماعه؟ كنا بنكتب القوس كام مره؟ مرتين. الاولى نود نود والثانيه دلتا دلتا. يا آية يا غاية، حد يسيطر على العيال اللي بيجروا ورا بعض بره دول. واي نود بكام؟ ب 50. اكس نود بكام؟ ب 200. دلتا واي بكام؟ دلتا واي ب 2 سم. دلتا اكس بكام؟ ب 10. ده اللي محمد ظريف قاله 24 على 500. الخطأ النسبي باليه. لو انتوا عارفين الكلمة بتاعتنا المشهورة، كلمتنا ان الخطأ النسبي باليه. ترجع لورا كده. اكيد طبعا في ناس فكرت تعمل ايه؟ راحوا يجيبوا ار1 وراح يجيبوا ار2 ويجمعوها على بعضها. الكلام ده لو كان ضرب يا جماعه، لو كنت طالب منك المساحه كنت هتقول حاصل ضرب الطول في ايه؟ في العرض. لكن قلت لك اوجد مساحه ولا اوجد محيط؟ تبقى عندك بقى. تذكر ان ما تجيبش ار1 وار2 غير لو كان طالب منك مساحه. ضرب يعني حاجه فيها ضرب. اذا كان كتله الخاتم 3 جرام، إذا كان كتلة الخاتم، إذا كانت كتلة خاتم 3 جرام، صفرة. عارفين انتوا الموازين بتاعت الذهب؟ فأي الموازين أكثر دقة يا جماعة الدلبشانة؟ عايزكم تبقوا زي الواد أحمد شعبان وعبد الله محمد ممدوح. دول كام جرام؟ 3 جرام. 300 أكثر دقة ولا 3200 أكثر دقة ولا 350 أكثر دقة؟ ليه بقى؟ عشان لما أطرح هيدي 50 من 1000، لما أطرح هيدي 200 من 1000.
لما اطرح هيدي 100 من 1000 اللي هي 5 من 100 و2 من 10 و1 من 10. افضل واحد عمل لي دلتا اكس هو مين؟ تبقى عندك بقى اقل فرق هو الاكثر دقه. افرض بقى انت عايز تجيب الخطأ النسبي، تقسم ده على ده والطرح ده على ده والطرح ده على ده، يديك اصغر خطأ نسبي هو مين برضه؟ هو ده. اقولها تاني، تبقى عندك بقى اقل ايه يبقى اكثر ايه، اقل فرق يبقى ده افضل حاجه.